السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ عامله لكم النهارده تحلية باردة طعمها حلو جدا وسهلة وسريعة جدا. شايفين الجمال والحلاوة؟ شكلها حلو جدا وطعمها حلو جدا وبتروي عطش كده طول النهار، وكمان بترطب، ومكوناتها متوفرة عندنا في كل بيت، وان شاء الله مش هتكلفنا اي حاجة. يلا بينا كده على طول نسمي الله ونصلي على رسول ونشوف الطريقة وكمان المقادير. لو لسه مشتركتوش في القناة اشتركوا وانزلوا اعملوا لايك، ويلا بينا. اول خطوه كده هجيب الصينيه او الاطار اللي هنعمل فيه التحليه بتاعتنا. مش لازم تعملوها في صينيه زي دي، لكن انسب حاجه ليها اللي هي صينيه المربعه وصينيه المستطيله. مش لازم بقى تكون صينيه بتتفتح، ممكن تعملوا التحليه دي في صينيه عاديه جدا وتقطعوها. فانا كان عندي كميه كده من البسكوتات بتاعه الولاد. جبت كده الكميه اللي عند اي نوع بقى بسكوت ساده انت عايزه تستعمليه او بتحبيه، تقدري تستعمليه في الوصفه دي. هنرص كده اول طبقه من البسكوتات بتاعتنا وطبقه واحده بس من البسكوت بالشكل ده. البسكوتات اتكسرت مني، الكيس وقع على الارض فالبسكوتات اتكسرت بالشكل ده. هنكمل بقى كده الجوانب دي ببسكوتات كده، يعني نكملها بقطع بقى بحتت فاضله عندنا، فرافيش من اللي بتبقى حوالينا. يعني كملوا صينيه بالشكل ده. الخطوه التانية هنعمل الكريمه بتاعتنا. في حله هحط لتر ونص من الحليب اللي هو ما يعادل 6 كوبايات من مج الشاي اللي بنشرب بيه ده. وكمان هنزل عليهم بكوبايه الا ربع من السكر، تقدروا تنقصوا او تزودوا، لكن المقدار ده حلو جدا للكميه. وكمان هنزل عليه ب4 معالق كبار من الدقيق، وكمان 5 معالق كبار من النشا. هقلب الحاجات دي كويس جدا جدا كده على البارد. تقدروا كمان تعملوا نص الكميه اللي انا عاملاها دي. الكميه دي ما شاء الله كانت كبيره، قطعت معايا 16 قطعه، فانتوا تقدروا تعملوا نص الكميه دي. هقلب كويس جدا لغايه لما اتاكد ان الدقيق والنشا دابوا معايا تماما في الحليب. وبعد كده هاخد الحله دي على النار واقلبها لغايه لما النشا تربط معايا ويكون بالشكل ده. شايفين القوام بتاعها؟ طبعا مع التقليب المستمر علشان ما تعملش معانا كتل وتبقى سوفت كده وما فيهاش اي تكتلات. حطيت عليهم كمان نص معلقه صغيره من الفانيليا البودر. هقلبها كده كويس مع الخليط، وده بيكون القوام بتاع الخليط، قوامه كريمي وحلو جدا، وكمان طعمه كده لوحده حلو جدا. في بوله بقى كده هقسم الخليط بتاعي لتلت وتلتين. تقدروا تعملوا تقسموهم لنصين، لكن انا بحب طبقه الشوكولاته تكون اقل شويه من طبقه الكريمه البيضاء. كمان نزلت على التلت الاولاني اللي انا حطيت عليه ده معلقه كبيره من الكاكاو، وكمان مكعبين كده 3 من الشوكولاته، اي شوكولاته بقى متوفره عندك، شوكولاته مطبخ، شوكولاته اكل من بتاعه الولاد، اي شوكولاته متوفره عندك. هقلب كده كويس بالمضرب، والشوكولاته دي هتدوب طبعا في حراره الكريمه بتاعتنا. احنا شغالين كده على طول في الكريمه من ساعه ما نزلناها من على النار. فقطع الشوكولاته دي هتدوب معايا في حراره اللي هي حراره الكريمه، مش هنحتاج بقى ان احنا نحطها على النار ولا اي حاجه. اقلب كده كويس لغايه لما اتاكد الشوكولاته والكاكاو امتزجت معايا تمام وبقت معايا بالقوام الجميل ده. هجيب بقى كده اول طبقه واحط على طبقه البسكوت طبقه الكريمه اللي هي بالكاكاو. الكريمه طبعا حلو جدا وتكون غنيه عن الشوكولاته صافي. فبوزع كده طبقه النشا والكريمه ده. ده لما تكون نصين، نص شوكولاته نص فانيليا، يعني تخليهم 4. انا بحب نص فانيليا يكون السكر اللي هو صغير شويه مش قد النص بتاع الفانيليا. اوزعه كده كويس. هجيب بقى الطبقه التانية وهنحط كمان طبقه من البسكوت. هرصها كده باي شكل بقى انتوا عايزينه، اي بسكوت انتوا بتحبوه تقدروا تستعملوه. فالبسكوت ده زي ما قلت لكم كان الكيس وقع مني واتكسر، فانا حطيت كده اللي فضل معايا، اي نوع بقى بسكوت انتوا عايزين تحطوه حطوه. والبسكوت هنا كان خلص معايا، العيال كانوا اكلوه مني، فبدات احط بقى اللي هي الحاجات الكسر اللي كان معايا من البسكوت ده حطيته كمان. يعني الطبقه اللي في المنتصف دي مش لازم تكون منتظمه زي الطبقه اللي تحت، لكن اهم حاجه نخلي الطبقه اللي تحت بسكوتات سليم. بعد ما حطيت طبقه البسكوت هنزل عليه على طول بطبقه الكريمه. شايفين الجمال والحلاوه؟ ما شاء الله شكل كريمه الفانيليا شكلها حلو جدا وطعمها حلو جدا. وكمان التحليه بتاعتنا دي بتدخل التلاجة وبتطلع كده بارده، بترطب كده علينا، وكمان بتروي عطش طول النهار، ومغذيه فيها حليب ومفيده ان شاء الله هتكون مفيده يعني. بمعلقه كده واسوي الخليط عشان ما يكونش فيه جنب اعلى من التاني بالشكل ده. هركن الصينيه دي بقى كده على جنب، ويلا بينا نعمل الطبقه الاخيره اللي هي الطبقه الخامسه. في حله كده حطيت باكت من جيلي الفراوله، وكمان حطيت عليه معلقتين من النشا و3 معالق كبار من السكر. تقدروا زي ما قلت لكم تتحكموا في كميه السكر، تنقصوها او تزودوها، لكن انا عامه ما بحبش كميه السكر تكون كتير في الحلويات. نزلت كمان عليهم بكوبايتين كبار من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه.
هقلبهم كويس كده على البارد لغايه لما اتاكد ان النشا دابت معايا تماما وكمان الجيلي. وبعد كده هرفعهم على نار لغايه لما يكونوا معايا بالقوام ده. شايفين ده القوام بتاعهم. هاخد على طول الخليط بتاعنا ده وهنزل بيه على الصينيه بتاعتنا، ودي هي الطبقه الاخيره بتاعتنا. مروار سهل وسريع وكمان اقتصادي ومتوفر عندنا في كل بيت، وكمان بنكهه الفراوله. وتقدروا تحطوا اي نكهه تانية، يعني ايه تستعملوا اي جيلي تاني، مش لازم جيلي الفراوله، تقدروا تعملوا بجيلي المانجا او جيلي المشمش او جيلي تفاح او جيلي برتقال، اي جيلي متوفر عندكم. هوزع كده، هحط كل الكميه. شايفين ما شاء الله شكلها حلو جدا وكمان بيلمع كده وشكله زي الفل. يعني اخدت معايا في التلاجة ساعة، وده كان الشكل بتاعها بعد ما خرجت معايا من التلاجة بسكينة كده او بسكينة صغيرة كده. وهبدأ ان انا اخلص الجوانب، لان طبعا ده نشا ولازم بيكون كده ماسك شوية في الجوانب. هفتح كده الاطار وهبدأ ان انا اطلعه كده من الصينية بالشكل ده. ولو هتعملوا التحلية بتاعتنا في صينية من هي العادية ما فيهاش اي مشكلة، هتبدأوا ان انتوا تقطعوها وتطلعوا منها القطعة بقطعتها، بتكون شكلها حلو وبتطلع زي دي بالظبط. هنفتح كده الاطار، شايفين الجمال والحلاوه ما شاء الله، شكلها حلو جدا وسريعه كمان، ما خدتش مننا لا وقت ولا مجهود. هقطع لكم بقى كده حته قدامكم علشان تشوفوا جمال الطبقات اللي احنا عملناها. ما شاء الله شكلها عسول جدا وكمان طعمها حلو جدا. مش هتصدقوا ان انتوا عملتوا التحليه دي في السرعه وفي الوقت اللي هو القصير ده خالص. سهله وسريعه وكمان بسيطه وما احتاجنالهاش اي حاجه من بره، كل حاجتها متوفره عندنا في البيت. وكمان طعمها حلو جدا وبتروي كده العطش، وطعمها لذيذ والسكر بتاعها مش كتير، ما بتملوش كده من الاكل بتاعها. شايفين كمان المروار بتاعنا ما شاء الله مش متماسك قوي زي الجيلي، وكمان مش اللي هو يعني مش طري، مش بيكب معانا كده على الكيكه وطري، لا القوام بتاعه مظبوط جدا. وكمان طبقه البسكوت اللي هي تحت خالص عامله كده كانها طبقه كيك، من احلى واسرع الحلويات اللي ممكن تعملوها في الصيف الحر ده. وبكده بيكون خلص معانا فيديو النهارده، واستنوني في وصفات تانية كتير، واشوفكم على خير في فيديو تاني. ما تنسوش اللايك. مع السلامه.